بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم معانا في المحاضرة رقم 12 من دورة الفوتوشوب CS6 أونلاين على أكاديمية الجرافيك. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أداة التكست وعن السلكشن تول وعن الشيب تول. تعالوا كده نفتح ملف عمل جديد، كنترول ان، ونديله مثلا المقاسات دي. قبل ما ادخل على الشرح بتاع النهارده هنسترجع كده اللي احنا خدناه في البين تول في المحاضرة اللي فاتت. احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن أداة البين تول وشرحنا يعتبر كل خصائصها ما عدا حاجات بسيطة هنشرحها قدام ان شاء الله. وقلنا ان الاداة دي عبارة عن ان هي بتوصل لي نقط ببعض، يعني لما بضغط نقطة هنا ونقطة هنا بتوصلهم لي، ونقطة هنا بتوصلهم بالشكل ده. لما بضغط نقطة وبسحب بالشكل ده بتروح جاي عاملالي منحنى زي ما احنا شايفين. عايز الغي الدراع اللي فوق ده اللي هو خاص بالنقطة الجديدة اللي انا هرسمها. قلنا بنضغط على الالت وبنضغط على النقطة اللي احنا رسمينها دي، مش الدراع، بنضغط على النقطة نفسها. عايز اعدل شكل المنحنى ده برضو بالالت، وبقف بقى هنا على الدراع وابدأ اظبط المنحنى بتاعي بالشكل اللي انا عايزه. خدنا كمان ان انا ازاي اضيف نقطة وان انا احذف نقطة. يعني مثلا انا عايز احذف النقطة دي، بقف على النقطة بلاقي يظهر جنبها علامة الناقص، بضغط على النقطة بيروح جاي حذف لي النقطة من على الخط. عايز اضيف نقطة هنا مثلا بقف على الخط ده بيديني علامة الزائد، مجرد ان انا بضغط بيروح جاي ضايف لي النقطة. طيب لو انا عايز احرك بقى نقطة من مكانها، عايز احرك النقطة اللي انا حطيتها دي من مكانها، بضغط على الكنترول وابدأ احركها في المكان اللي انا عايزه بالمنظر ده. ممكن نكمل هنا، ولما هنيجي نقفل ممكن ما نقفلش على طول، ممكن ما نقفلش كده، ممكن نقفل عن طريق الكنترول انتر علشان يعمل لي سيلكشن، اقدر اخد الصورة اللي جواه كوبي واقدر اشتغل بيها. ده كان بسرعة كده اللي احنا خدناه وشرحناه بشكل مبسط عن أداة البين تول في المحاضرة اللي فاتت. اتكلمنا بقى عن اللي خدناه في الأداة اللي فاتت. تعالوا نفتح ملف عمل جديد وهنتكلم عن أول أداة في المحاضرة بتاعتنا النهاردة وهي أداة التكست. بس تعالوا الأول نختار اللون الأحمر من هنا كده ونعبي بيه الباك جراوند، وتعالوا نجيب نضغط على أداة التكست. لو ضغطنا عليها كليك يمين هنلاقي ان أداة التكست جواها 4 أنواع. هناخد أول نوع اللي هو الهوريزونتال الأفقي، الشكل العادي بتاعنا. وتيجي تعالوا نكتب مثلا أكاديمية الجرافيك بالمنظر ده. طيب ما ظهرتش هي ليه بقى؟ هي الكتابة موجودة بس هي ما ظهرتش ليه؟ انا اقول لك ليه. ثواني عشان اكد لكم بس ان الكتابة موجودة. تعالوا ناخد الجزء ده نعبيه بالابيض. شفنا لما سحبنا الكلمة لتحت، ادي الكلمة اهي في اللون الاحمر، لما سحبناها تحت ظهرت ان انا كاتب الكلمة، وفوق مش ظاهرة، وتحت اهو ظاهرة الكلمة. مش ظاهرة فوق لانها واخدة نفس لون الباك جراوند بتاعتي. وده اللي انا عايز اقوله، ان احنا لما نيجي نقف هنا فوق في الاوبشن تول بار ونبص على اللون اللي فوق ده، ده اللي هو اللون بتاعي اللي انا بختاره، دايما بينزل نفس لون الفور جراوند عندي، بياخد لون الفور جراوند
وبيطبقه على الكتابة. لو عايز اغيره بضغط عليه وبختار مثلا اللون الاسود او البني ده واقول له اوكي. برضو مش هيظهر ليه؟ لان انا لازم الاول احدد الجملة كلها بتاعتي عن طريق الكنترول A وابدأ اغير اللون الاقيه معايا يظهر بالمنظر ده. ممكن اخليه اللون الابيض عشان يظهر قوي معايا ويظهر معايا اهو بالشكل ده. تمام. وانا واقف على اداة التكست اهو. عايز ارجع تاني اعدل على الكلمة، بمجرد ان انا واقف على الكلمة شكل الاداة بيتغير زي ما احنا شايفين اهو. ده شكل العادي، ولما بقف على الكلمة بلاقي شكل الاداة بيتغير بالمنظر ده. بضغط ضغطة واحدة بلاقيه علملي على الكلمة، وانا ممكن اضيف عليها اي حاجة بالمنظر ده. طيب في حاجة عايز اقول لكم ازاي نعلم على الكلمة كلها من غير ما اعمل كنترول A وانا واقف بالماوس. انا وانا واقف بالماوس لو ضغطت دبل كليك هيعلم لي على كلمة واحدة. لو ضغطت تريبل كليك او 3 ضغطات كليك بالمنظر ده هلاقيه يعلم لي على الجملة كلها. يبقى تاني بضغطتين بالماوس بيعلمني على كلمة بس، 3 ضغطات بيعلمني على الكلمة كلها. انما بقى لو عندي باراجراف لازم اعمل له كنترول A بالمنظر ده كده. تعالوا بقى نشوف الاوبشن تول بار من فوق. اول حاجة دي اللي هي نوع الخط، وهو بيرتب لي الخط ترتيب ابجدي A B C D وهكذا. بيديني في الاول هنا الخط العربي، ولما بنزل تحت بيديني الخط الانجليزي، وبيعمل لي بينهم خط لونه ازرق كده فاصل بين العربي والانجليزي. وعايز اقول حاجة عن الخطوط، حاولوا بقدر الامكان ان عدد الخطوط على الجهاز او على الفوتوشوب لما تيجوا تضيفوا الفونتس ما تخلوهاش ازيد من 1200 فونت عشان ما يتقلش معايا شغل الفوتوشوب. وببدأ اختار من هنا الخط اللي انا عايزه، ولنكن مثلا اخترنا الخط ده هلاقيه بيتغير معايا بالمنظر ده زي ما احنا شايفين اهو. تعالوا مثلا نختار الخط المشهور عندنا اللي هو الاريال اهو عشان نبدأ نشرح عليه. تعالوا عايزين بقى نركز في حاجة. انا وانا واقف على عند الكلمة اهو بيديني شكل اداة التكست. لو وقفت بعيد شوية كده عن الاداة بيديني شكل اداة الموف تول اللي انا اقدر احرك بيها الكلمة زي ما احنا شايفين اهو من غير ما اضغط على اي حاجة. مجرد ان انا بس بعدت شوية عن الكلمة ببدأ يديني اداة الموف تول وان انا احركها كده. لو قربت يديني شكل التكست. لو انا عايز اعدل على اي حاجة بحددها كده بضغط على الماوس واسحب عشان احددها. وزي ما قلت احدد الكلمة بدبل كليك، الكلمة كلها ب3 ضغطات. تعالوا بقى نروح لتاني حاجة. وعشان اقول لكم على حاجة، علشان نغير الخط، شوفوا لو احنا خدنا اي خط تاني مش هيتغير معايا. عشان اغير الخط لازم اعمل تحديد على الجملة بالمنظر ده كده، وابدأ من هنا اغير الخط اللي انا عايزه زي ما انا شايف اهو. ممكن ارجع اختار الاريال. تعالوا بقى نشوف اللي بعد اختيار الفونت ايه. ده نوع الفونت. طبعا في خطوط ما بيظهر لهاش الانواع دي اللي هي الرفيع، التخين او العريض، الرفيع المائل، التخين المائل بالمنظر ده. في النارو والريجولار ده اللي هو العادي، وفي الايتاليك اللي هو المايل، وفي البولد اللي هو العريض، والبولد ايتاليك ده اللي هو المائل عريض، وفي البلاك اللي هو الاسود القاتم بالمنظر ده. فممكن نختار من هنا مثلا ده ونشوف نلاقيه بتطبق هنا
او ده بالشكل ده، على حسب بقى كل نوع خط وايه وهو بيعمل لي ايه. يعني الخط ده مثلا اللي هو مفيش فيه، مش متفعل فيه اهو، اللي هي الخاصية بتاعت النوع ان انا ممكن اختاره مائل او عريض او كده. انما في انواع خطوط تانية بيبقى متفعلة فيها. لو جينا ضغطنا جوه المستطيل اللي احنا بنضغط فيه على السهم ده علشان نختار نوع الخط، هنلاقيه يحدد لي اسم الخط بالازرق. ده معناه ان انا بالماوس هقدر اغير بالشكل ده انواع الخطوط اللي عندي واقلب فيها واختار اللي انا عايزه. لو جينا عند الخط اللي هو اسمه ادوب ارابيك، وجينا هنلاقي اهو في الريجولار وفي الايتاليك وفي البولد وفي البولد ايتاليك. لو جينا نفذناها نبص نلاقيه بتنفذ معايا اهو، والبولد بس اهو بالمنظر ده. في الايتاليك اللي هو المائل. في انواع خطوط بيقبل ده وفي انواع خطوط ما بيقبلش ده. نيجي بقى للحاجة التالتة هنا، وهي نوع حجم الخط. هنا حجم الخط هو الديفولت بتاعه بيديهولي دايما 12. لما باجي افتح اداة التكست واكتب، الديفولت دايما بيديهولي 12. بيبقى ده الديفولت بتاعي بالمنظر ده. هنا هو بيديني ارقام هو حاططها 6 8 9 10 12 15 18 30 لحد 72. طيب انا ممكن عايز اكتب كلمة اكبر من ال 72، بعمل ايه؟ بقف هنا وحدد دي كلها كده، وببدأ مثلا اديله 100 صغير، ممكن اديله 120. خلاص عجبنا على كده بسيب. في بعد كده اللي هو الحواف بتاعة الخط. بمعنى ايه؟ تعالوا نعمل زوم ان كده علشان نشوف الكلام اللي احنا هنقوله بالمنظر ده كده. وهنا عندنا اهو ده اللير يا جماعة بتاع التكست اللي هو جوه حرف التي. لو بصينا على البانل بتاع اللايرز، علشان عندي طريقة ممكن احدد بيها برضو الكلمة كلها بمجرد الضغط دبل كليك على اللاير نفسه او على الشكل اللي هو بتاع حرف التي ده. لو ضغطت على حرف التي هنا دبل كليك بيروح جاي محدد لي النص اللي معايا كله. وزي ما قلنا تعالوا نطلع للاوبشن تول بار تاني. احنا اتكلمنا بقى على الحجم. ممكن اقف على حرف التي اللي عند الحجم ده وابدأ اسحب ازود الحجم واسحب اصغر الحجم. يمين يزود لي وشمال يقلل لي الفونت الحجم بتاع الخط. تعالوا بقى نتكلم هنا عن حواف الخط. في اول واحدة النون اللي هي العادية خالص. لو جينا ضغطنا عليها هنبص نلاقي الحواف بتاعتي بقت عاملة ازاي. لو احنا مركزين مع بعض هنلاقي الحواف عاملة قوية جدا. يعني في عندي الشارب اللي هي الحادة، لو جينا بصينا هنلاقيه نعمها لي شوية عن النون. في عندي الكريسب دي اللي هي بيديها لي فيها ناعمة شوية، بيديني فيها النعومة. لو جيت اخترت السترونج بيديني الحواف قوية. لو جينا اخترنا سموث بيديني الحواف ناعمة جدا. فاحنا دايما خلينا على الكريسب او السموث، انما الشرب تبقى حد قوي فهي مش هتنفع معايا في الكتاب. تمام. ادي شكل الفونت عندي.
عشان قلنا نحدده ممكن نعمل هنا دبل كليك على اللاير نفسه، على حرف التي اللي جوه اللاير نفسه، بيروح جاي ايه عامل لي السلكت او التحديد على الجملة كلها. في قلنا بعد ما اتكلمنا هنا عن الحواف، حواف الخط، في بيجي لي هنا المحاذاة. لو انا مثلا كاتب، تعال نضغط انتر، ثواني بس هظبط حاجة. مثلا لو انا كاتب بالشكل ده أكاديمية الجرافيك مثلا سبحان الله والحمد لله مثلا كده، ممكن اضغط هنا دبل كليك وابدا اقلل الخط من هنا شويه عشان الجمله كلها او الكلام اللي انا كاتبه كله يظهر بالمنظر ده. طيب عايز اعمل عليه مثلا علم، عايز خلاص انا مثلا كتبت كده وانتهيت على كده، عايز بقى الغي التحديد ده والليله دي كلها عشان ابدا اشتغل في التصميم بتاعي. هقولك عندي 3 حاجات ممكن نعمل بيها الكلام ده. اول حاجه بان انا اضغط على علامة الصح اللي فوق في الاوبشن تول بار هنا دي، يروح جاي لغيلي التحديد اللي على الكلمة كلها. او تاني حاجة ان انا اروح اضغط مثلا على اي اداة تانية، ولكن مثلا نضغط على الموف تول، يروح جاي برضو لغيلي التحديد اللي عليها. تالت حاجة وده اختصار، عندنا في الكيبورد 2 انتر، في الانتر اللي هي فوقيها الباك سبيس، وفي الانتر اللي هي في الاخر اللي تحت الارقام. انا طبعا معايا اللابتوب اللي معايا مفيش فيه الانتر اللي في الاخر، انما احنا لو ضغطنا على الانتر اللي في الاخر اللي هي تحت الارقام او عند الارقام بيروح جاي لاغي معايا التحديد ده. طيب انا ما عنديش الانتر مثلا في المكان ده، ممكن اعمل ايه؟ هضغط على كنترول والانتر اللي في النص يروح جاي لغيلي معايا التحديد اللي معمول على الكلمة، وابدأ اجيب اداة الموف تول وابدأ احركها زي ما انا عايز. طيب تعالوا نجيب اداة تكست ونحدد كده، ونيجي هنا على المحاذاة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة دي اللي هو بيقول لي حذوهم لي ناحية، كلهم يجوا من ناحية الشمال. يعني ايه؟ يعني خلي الكلام كله يجي تحت بعضه من ناحية الشمال، وهنا خلي الكلام في النص، وهنا طبعا هنلاقيه يقول لي خلي الكلام ناحية اليمين بالمنظر ده كله، يبقى كله تحت بعضه او محاذة تحت بعضه من ناحية اليمين، او خلي لي الكلام في النص اللي هو الشكل العادي اللي احنا كتبناه في الاول، او خلي لي الكلام نهايته كلها قد بعضها ناحية الشمال. وجينا اتكلمنا هنا، اتكلمنا طبعا عن اللون، ان احنا ممكن نختار اللون اللي احنا عايزينه بالمنظر ده كده. لو جينا هنا على اللي بعد الكولر هنلاقي حاجة اسمها كرييت واربد تكست، لو ضغطنا عليها بيفتح لي ويندو هنا كده اهي. الويندو دي معناها ايه؟ فاكرين ان احنا لما كنا بنعمل كنترول تي وبنجيب الوارب دي زيها بالظبط، ولكن هو بيديني اشكال جاهزة للوارب تكست، دي اشكال خاصة بالتكست. في مثلا الارك هيديها لي بالمنظر ده، وعندي هنا بقى الاعدادات بتاعتي. في البيند دي ممكن اقلله شوية كده بحيث ان هو يظهر او اكبره شوية، وفي هنا الهوريزونتال ديستروشن دي بتعكسهولي شمال ويمين او تميلهولي شمال ويمين بالمنظر ده، وفي الفيرتيكال ديستروشن اللي هو بيضمهولي لتحت، بيقفل لي الكلام لتحت. ده طبعا كله واحنا واقفين على الهوريزونتال. ممكن لو اخترنا الفيرتيكال بيديني شكل تاني خالص زي ما احنا شايفين اهو، ومن هنا برضو ببدأ اقلله
او ازوده او اعكسه او اظبطه من هنا بحيث ان هو يبقى لبره مش لجوه بالمنظر ده. وعندي بقى هنا خيارات كتيرة ممكن نستخدمها في الفلاج شكل علم. في هنا الويف، اشكال كتيرة بقى ممكن نشتغل بيها واحنا ماشيين بالمنظر ده. وبعد ما انهي ممكن اعمل اوكي او ان انا كنسل لو انا مش عايز اعمل الكلام ده. وزي ما قلنا عشان الغي التحديد اللي على الكلمة دي قلنا بقى ايه بالانتر اللي تحت الارقام، وبالمنظر ده كده ابقى انا ايه لغيت تكست. ونعمل تحديد تاني بتاعنا. شوف لو ضغطنا 3 ضغطات بيحدد لي بس جملة كاملة، انما لو ضغطت مثلا حوالي 5 ضغطات ممكن يحدد لي الحاجة كلها. بس بالافضل ان احنا نعمل كنترول ايه عشان نحدد الجمل اللي عندنا كلها. في بقى بعد الورب تكست في حاجة هنا عندنا اسمها التوجل كاركتر اند باراجراف. لو ضغطنا عليها هنا كده بيفتح لي البانل الخاصة بالكتابة او التكست، وهي مقسومة جزئين. اول جزء اللي هو الكاركتر، تاني جزء اللي هو الباراجراف. خلينا نتكلم عن الكاركتر دلوقتي. في نفس الحاجات اللي انا شرحتها بالظبط، اللي هو نوع الخط اللي انا اخترته ادوب. تعالوا نغيره، مثلا ناخد الخط ده. ادي هنا الحجم 104، ممكن نقلله. احنا واقفين كده نضغط تحت وفوق، اسف، يمين وشمال. يمين هنكبر، شمال ايه هنصغر. لو جينا بصينا هنا دي بقى بتقول لي ايه او دي معناها ايه؟ اول حاجة ان دي ما بتتفعلش واحنا واقفين على سطر واحد. يعني ايه؟ تعالوا مثلا نشيل دي، وتعالوا مثلا نفعل دي كده، هنلاقي ما بيعملش معايا اي حاجة خالص ولا اي تأثير. انما بقى لو ضفنا اللي كنا ضايفينه بالمنظر ده كده، وعملنا طبعا كنترول ايه حددناه، وجينا على الاداة دي وضغطنا مثلا على 8، هنلاقيه عمل لي ايه؟ قرب لي الكلام من بعض قوي. يبقى الاداة دي علشان تقرب وعلشان تبعد بالمنظر ده زي ما احنا شايفين اهو، عشان تقرب لي الكلام من بعضه وعشان تبعد لي الكلام عن بعضه. خلينا بقى دلوقتي في اللي احنا خدناه عشان ما ايه ما نضيعش الدنيا معاكم باللي احنا واخدينه ده. فخلينا في اللي احنا فيه. ممكن هنا عن طريق الاوتو من هنا بيديني هو مسافات بين الكلمات متساوية ومحترمة، يعني مسافات كويسة نقدر ان احنا نستفيد بيها عادي. في هنا الكولر اللي احنا خدناه فوق اهو في الاوبشن تول بار، وموجود هنا اهو. لو انا عايز اغيره ببدأ اغيره بالمنظر ده. في ايه تاني؟ بس ده اللي انا عايزكم تعرفوه في الجزء ده، او نكمل مفيش مشكلة. تعالوا نمسح بقى الكلام اللي احنا كتبناه ده. اول قبل ما نمسح الكلام ده عايز اقول لكم على اختصار ان مثلا انا عندي الكلام قدامي اهو. لو انا عايز اكبر الكلام بتاعي ده او حجم الخط بتاعي عايز اكبره، مش كل بقى شوية هقعد بقى اروح على الاوبشن تول بار واقعد ازود وكده. هعمل ايه؟ هضغط على كنترول وشيفت وزين، ابص الاقيه يكبرهولي ايه؟ يكبره. لو بصينا على
فوق هنا على الفونت على الحجم بتاعه، وانا ضاغط على الشيفت والكنترول والزين، هلاقيه زودهولي 2 زودهولي نقطتين زي ما احنا شايفين اهو. 100 بقى 102 104 106 وكده. طيب لو انا عايز اصغره، نفس الاختصار ما عدا الحرف بغيره بخليه له واو، يعني شيفت كنترول والواو، وابدا اصغره الاقيه صغر لي ايه نقطتين برضو بالمنظر ده. خلاص انتهيت. انتر اللي تحت الارقام، بيبقى كده ايه خلاص معايا الكتابة او الشكل اللي انا عايزه. طيب ممكن نتكلم عن ايه تاني بقى في اداة التكست. تعالوا نلغي ده خالص اهو. احنا اتكلمنا كل اللي فات ده على الاداة العادية ان انا بضغط وبكتب وخلاص على كده. طيب انا دلوقتي بقى هضغط بس مش هكتب، هسحب، هلاقيه يعمل معايا ايه تحديد بالمنظر ده. تمام. ويروح جاي مديني هنا جوه ايه اداة الكتاب. لو جيت طب ده معناه ايه التكست ده اللي انا السلكت اللي انا عملته ده معناه ان هو انا لما باجي اكتب هيكتب لي اللي انا عايزه جوه السلكت بس على نفس مقاس السلكت. بمعنى ايه؟ تعالوا نكتب مثلا الحمد لله. تعالوا نصغر الخط علشان اوضح الفكرة اللي انا عايزها قوي. خلوه كده. نكتب مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. زي ما احنا شفنا اهو، لما كتبت الحمد لله رب وقف عند اخر التكست ونزل لي بكلمة العالمين تحت. الرحمن ما جاش جنبها الرحيم، ما ينفعش يجي جنبها فنزل لتحت، التكست مش هياخدهم جنب بعض. مالك وبعد كده نزل لي لوحده يوم الدين لتحت. طيب انا مثلا عايز اخلي العالمين دي جنب رب والرحمن الرحيم جنب بعض. عادي، عندي اهو 8 نقط في التكست بتاعي. لو وقفت على اي نقطة هلاقيه بيديني السهم بيقول لي ايه عايز تبعد عن بعضه ابعد بالمنظر ده اهو. عايز تقربهم من بعض تقربهم، هيبدأوا ينزلوا تحت بعض بالمنظر ده كده. طيب انا مثلا مش عايز كلمة مالك يوم الدين، بدل بقى ما اقف وامسحها لا، هقف هنا واسحب لفوق هلاقيه راح جاي ايه خفيلي مالك يوم الدين. وهكذا بقى خلاص السلكت بتاعي هيديني اي حاجة انا عايزها او عايز اعملها بالمنظر ده كده. طيب انا عايز مثلا اغير لون الدين، عادي بروح جاي بقى ايه عامل تحديد على الدين دي كده، ومن الكلر من فوق بضغط وبختار لها مثلا لون مختلف وليكن اللون ده، وابص عليها الاقيها اتغير معايا اللون اللي انا عايزه. طيب ايه تاني ممكن نقوله هنا؟ بس بتهيألي مفيش حاجة تانية ممكن نقولها عن السلكت هنا اللي احنا عاملينه. خلاص خلصت، بضغط الكنترول اللي على ناحية الارقام او علامة الصح اللي هنا. طب انا مش عايز التكست ده خالص، بعمل ايه؟ في عندي هنا اهو جنب علامة الصح اللي هي زي علامة ايه الغلط كده او الستوب دي بالكان، ممكن اضغط عليها يروح جاي لغيلي كل اللي انا كنت عامله. خلاص لو جينا عملنا تاني كده السلكت الحمد لله رب العالمين، او الحمد لله، ونخلي هنا مثلا سبحان الله.
ونكبر السلكت بتاعنا ايه شوية، نقف هنا ونسحب بالمنظر ده. تمام. عندي بقى طريقة تانية ممكن الغي بيها اللي انا عملته ده لو انا مش عايزه خالص. ايه هي؟ بضغط على اسكيب، بضغط على زرار اسكيب من الكيبورد، يروح جاي لغيلي كل التكست اللي انا كتبته. طيب تعالوا نشوف بقى ده التكست والانواع اللي جواها. في هنا اللي هو الفيرتيكال تايب تول. تعالوا كده نجرب نكتب. تعالوا نضغط هنا ونكتب مثلا الحمد لله. هنلاقيه عملها لي ايه؟ عملها لي بالطول كده او معكوسة او مقلوبة يعني، غير الاداة العادية بتاعتي اللي هي دي. لو جينا كتبنا الحمد لله عشان نشوف الفرق بينهم، زي ما احنا شايفين ده الاداة العادية ودي الاداة اللي هي الفيرتيكال ودي الهوريزونتال الاداة العادية. طيب وايه المشكلة يعني؟ يعني مش اوبشن يعني رهيب يعني في الاداة ان انا افضل استخدم دي. طب انا ممكن الغي دي خالص ودي اهي، وراح جاي اعمل لها كنترول تي وقلبها كده، بقى عندي ايه؟ الشكل الفيرتيكال اللي هو مديهولي في الاوبشن التاني لأداة الكتابة، واريح دماغي. طيب تعالوا نعمل كنترول تي. لو جينا عملنا كنترول تي تعالوا بقى نختار من هنا الوارب. طبعا الاول كنترول تي وبعدين ممكن اكبره عادي، ما عنديش مشكلة اهو، اكبره واصغره زي ما انا عايز مفيش مشكلة. وجيت عملت كنترول تي وجيت اخترت اداة الوارب من هنا كده اهو، وضغطت، هيعمل لي ايه؟ مش هيفعلها لي. ليه بقى؟ لان اداة لان لير التكست مش لير عادي زي ما احنا شايفين اهو. احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن انواع اللير. اللير اللي قدامي ده مش لير عادي، علشان ان كنترول تي تبدأ تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب انا اعمل ايه علشان اتحكم فيها زي ما انا عايز؟ والله انت عندك اختيارين. اول اختيار انك تحدد هنا كده الكلمة اللي عندك، وبتروح هنا على الوارب التكست وبتختار من هنا الاشكال اللي انت عايزها. طب انا مش عايز اختار الاشكال دي، مش عجباني مثلا، هقول لك خلاص هتقف على اللاير ده وتضغط عليه كليك يمين وهتعمل له ايه؟ ريسترايز تايب. ساعة ما تعمله ريسترايز تايب نلاقيه قلب معايا لاير عادي خالص او شكل اللاير العادي خالص. ساعتها ممكن نعمل بقى كنترول تي ونختار الوارب ونبدأ نغير في اشكاله او في شكله زي ما احنا عايزين، وليكن مثلا كده بالمنظر ده. وبقى عندي اهو الكلمة انا غيرت الشكل بتاعها، بس لازم الاول احول لاير التكست للاير عادي عشان اعرف اتحكم فيها. تمام. لو جينا بصينا بقى على الاداة التالتة اللي هي الهوريزونتال تايب ماسك، تعالوا نجيبها ونشوف بتعمل ايه. تعالوا نضغط هنا كده، هبص الاقيها عملت لي ايه؟ لون احمر كده على الخلفية. هقول لك مش مشكلة، تعالوا نكتب مثلا اكاديمية الجرافيك. خلاص وخلصت، بضغط الانتر اللي احنا قلنا عليه. ببص الاقيه عمل لي ايه؟ خلالي التكست بتاعي على شكل سيلكت او على شكل تحديد، وما فتحلوش لير جديد. لو بصينا على البانل بتاعت اللير هنا ما فتحلوش لير جديد، عملهولي على الباك جراوند نفسها. طيب انا ده ممكن استفاد منه بايه؟ هقول لك تعالى افتح لير جديد ونجيب البيكر من هنا ونختار لون مثلا وليكن اللون ده كده، ونقول له اوكي، ونعبيه بيه الت باك سبيس وكنترول دي عشان الغي التحديد. بقت عندي كلمة وهي في لير عادي خالص اهو، ممكن اتحكم فيها زي ما انا عايز بالمنظر ده كده. اختار الورب واجيبها كده او اجيبها كده بالمنظر ده كده، وبقت عندي كلمة عادية خالص. الاداة الرابعة نفس النظام بس بالمقلوب،
بالفيرتيكال او معكوسة. يبقى احنا كده عرفنا ان اول اداة بتكتب لي الكلام عادي خالص، تاني حاجة بتعمله لي معكوس، تالت حاجة بتعمل لي سيلكت، بتحول لي الكلام الى سيلكت وما بتحطوش في لير جديد او في لير تكست، بتحطه على الباك جراوند. ساعتها ممكن استفاد بقى بيها بان انا اعبي لير جديد لون ياخدوا التكست اللي انا كاتبه. ده كان اهم حاجة في التكست او اللي انا عايزكم تعرفوه عن الاداة اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، اللي هي اداة الباث سيلكشن اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت لو فاكرين. تعالوا نجيب اداة البين تول ونعمل هنا كده اي شكل بالمنظر ده كده، وتعالوا نجيب الباث سيلكشن تول اللي هي السهم الاسود ده، وتعالوا نلاقيه بيعلم لي على او بتحكم لي في النقط كلها او في الشكل اللي عندي كله. بمعنى تعالوا نلغي ده خالص ونجيب البين تول. لو انا عندي مثلا الشكل ده وعندي الشكل ده وعندي الشكل ده بالمنظر ده كده، عندي الثلاث اشكال دول، وجيت على اداة الباث سيلكشن تول اللي هي الماوس الاسود، وجيت ضغطت هنا هيروح جاي محدد لي دي، ضغطت على دي لوحدها يحدد لي دي، وضغطت على دي يحدد لي دي. طيب انا لو عايز الشكل ده والشكل ده الاولاني واللي في النص، بقف وبسحب كده بلاقي يسحب معايا زي ايه تحديد كده بسيط، واقف وابدا اتحرك بالاتنين مع بعض احطهم في المكان اللي انا عايزه، بعدين اجيب دي احطهم مثلا تحتيها هنا. ده كان بالنسبة للاداة دي او وظيفة الاداة دي اللي هي الباث سيلكشن تول. تاني اداة اللي هي الدايركت سيلكشن تول، ودي لو جينا لغينا دول خالص وعملنا بقى هنا كده، تعالوا نشد دي ونسحب من هنا كده، بالمنظر ده كده، اي سيلكشن هنعمله. وتعالوا نجيب الاداة اللي هي الدايركت سيلكشن اللي هي السهم بتاعها لونه ابيض، وتعالوا مثلا نضغط على الخط هنا كده، هبص الاقيه يظهر لي نقط الخط كله. لو جيت ضغطت على النقطة دي هلاقيه يظهر لي هنا الايه العمود او الدراع اللي انا بتحكم فيه بيها، او ان انا اتحرك بالنقطة كلها من مكانها بالمنظر ده، وبالالت ببدأ اغير في الدراع، لان من غير الالت لو جيت بصيت هبص هنا اهو هلاقيه يتحرك لي الاتجاهين اللي فوق واللي تحت مع بعض، هلاقي الخط اللي هنا بيتحرك والخط اللي هنا بيتحرك اهو. ده لو انا بحرك اهو العمود اللي تحت، ولو جيت حركت العمود اللي فوق هلاقي برضو نفس الكلام بتحركوا الاتنين اهو مع بعض. فلازم علشان انا لو عايز احرك بس اللي فوق ده بضغط على الالت علشان يفصلهم لي، وببدأ اضغط واتحرك. بصوا الاقيه يتحرك ايه، حرك لي الانحناء اللي فوق ويسيب لي الانحناء اللي تحت، يروح جاي فاصل لي بين العمودين. وجينا حركنا في ده برضو هي برضو هيعمل لي نفس الكلام لما باجي اضغط على الالت واتحرك، يروح جاي محرك لي ايه لوحده العمود اهو بالمنظر ده. انا لما جيت ضغطت على الالت اهو حرك لي ايه العمود ده اهو. ده طبعا عشان ملوش الايد التانية عشان انا مش ضغط عليها اهو، ببدأ اتحرك زي ما انا عايز. ده كان بالنسبة لأداة الباث سيلكشن اللي معانا. هنيجي بقى للأداة التالتة والأخيرة، وهي أداة الشيب تول. ايه هي أداة الشيب تول؟ تعالوا بقى مع بعض ناخد الأداة الأولى وهي اسمها الريكتانجل
تول. الاداة دي بتعمل لي شكل مربع بالمنظر ده اهو. طبعا لو ضغطت على الشيفت بيديني مربع متساوي الاضلاع بالظبط بالمنظر ده اهو. ولو جيت بصيت، يعني لو جيت رسمت من الاول شيفت يديني متساوي الاضلاع اهو. لو جيت رسمت عادي يبدأ يديني شكل حر انا عايزه بالمنظر ده اهو. ونيجي نبص نلاقي كل واحد بيفتح لير لنفسه جديد اهو. ده هنا اهو، وده هنا فوق اهو، وده اللي تحت بالمنظر ده. طيب تعالوا نجيب الريكتانجل تول ونرسم هنا كده الشكل ده. هنعتبر مثلا ان ده بيت. شفتوا لما ضغطت على كنترول اداني ايه؟ اداني الدايركت سيلكشن اللي هو بتحكم لي في الشكل كله اهو. ببدأ احرك الباث بيبدأ يحرك لي اللون جواه زي ما انا شايف. لما برسم بالاداة دي بتاخد لون الفور جراوند. يبقى انا عندي ادوات كتيرة قوي عشان نخلي بالنا من النقطة دي، عشان ممكن حد يجي يرسم ويقول لا ده الاداة ما بترسمش معايا. لا، الاداة بتاخد لون الفور جراوند. فعشان كده خلي بالك ان انت مثلا لو اديت اللون الاحمر زي ما انا عملت باك جراوند، انا رحت جاي عاكس الالوان مخلي الابيض فوق في الفور جراوند عشان لما اجي ارسم الشكل بتاعي بالمنظر ده. تمام. تعالوا جينا اهو رسمنا الشكل بتاعنا، ونعتبر مثلا ان ده بيت. تمام بالمنظر ده اهو. طبعا انا بتحكم فيه عادي بالموف تول مفيش مشكلة. وعايز مثلا افتح شباك هنا في البيت ده كده، افتح له شباك ازاي؟ فاكرين احنا اداة السلكشن اللي هي كان الماركوي تول، كنا بالشيفت بنضيف والالت بنحذف. لو جينا ضغطنا على الالت هلاقيه يعمل لي علامة ناقص جنب الاداة، وابدأ اشتغل مثلا ان انا عايز احذف الجزء ده مثلا، بيروح جاي ايه حذفهولي. بس انا عايز شباك، هاجي ايه احذف من هنا كده بالمنظر ده كده، ابص الاقيه حذف لي الجزء اللي انا محدده. طيب عايز اضيف جزء هنا بالشيفت، خلاص بقى بيديني علامة الزائد اهو جنب الاداة، وببدأ اضيف الجزء اللي انا عايزه بالمنظر ده اهو، ويروح جاي ضايفه معايا، ما عنديش مشكلة بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف هنا ايه الاوبشن تول بار بتاعه. طبعا هنا قلنا الشيب والباص والبيكسل والحاجات دي. المهم ان دي بتاخد شكل الشيب دايما عشان نبقى عارفين، او ان احنا ممكن نستخدمها بالباث برضو مفيش مشكلة. في هنا عندي اهو ده الفيل ده، مثلا لو هي واخدة اللون بتاع، تعالوا نلغي ده خالص بالمنظر ده، ونيجي هنا نغير الفور جراوند والباك جراوند، وهنرسم الشكل ده اهو. عمل لي ايه؟ خد لي نفس لون الباك جراوند اهو. طيب انا مش عايز ده، انا عايز اغير اللون. في عندي هنا حاجه اهو اسمها فيل، لما باجي اضغط عليها بيظهر لي هنا شويه حاجات. ممكن اغير من هنا اللون، اخليه مثلا الابيض بالمنظر ده. تعالوا نشوف بقى ايه اللي جوه الفيل ده، او ايه النظام بتاعه. اول حاجه دي اللي هو بيقول لي ايه؟ نو كولر، يعني ما تحطليش فيها لون، سيبها باث عادي زي ما هي كده. تاني حاجة اللي هو ان انا اضيف كولر لون. تالت حاجة ان انا اضيف جريدينت. فاكرين طبعا احنا عملنا الجريدينت ده قبل كده لما جينا شرحنا الجريدينت، بينزل لي كل تحديثات الجريدينت على طول جوه القائمة دي او البانل ده بالمنظر ده. طيب في هنا ايه تاني كمان؟ المربع الرابع ده بيقول لي حط له باترن. ممكن بقى اختار الباترن ده مثلا وايه، واقول له خلاص. او من هنا بختار نوع باترن تاني
مثلا هنختار اللون ده او الشكل بتاع الباترن ده، واقول له خلاص انا عايزه بباترن. اللي بعد كده في حاجة اسمها الستروك. احنا شرحنا الستروك واحنا كنا بنشرح الايه، السلكت، اداة السلكت. بيديني هنا برضو نفس اللي اداهولي فين في المحاضرة، في الفيل اللي قبله، ان هنا من غير لون، هنا بلون اهو زي ما احنا شايفين. تعالوا نديله لون يبان شوية، مثلا تعالوا نخليه الابيض اهو بالمنظر ده. في عندي هنا الجريدينت، بيبدأ يديني جريدينت. لو جيت مثلا اخترنا الذهبي علشان يظهر بالمنظر ده كده، او ده اهو، يبدأ هنا يحط لي الجريدينت بتاعي. في هنا باترن برضو، ان انا ممكن اضيف له باترن بالمنظر ده او زي ما احنا شايفين. تمام، خلونا هنا في الجريدينت نختار الجريدينت ده. وهنا اللي جنبها دي اللي هي حجم الجريدينت قد ايه. شوفنا لما نيجي نزود بالمنظر ده يبدأ يتزود ايه معايا. تعالوا بقى نرجع هنا للستروك تاني. تعالوا نكبر دي شوية هنا كده. وهنا زي ما قلنا الجريدينت اهو، وهنا بيديني الخيارات بتاعه الايه، الجريدينت اللي انا بلاقيها جوه الاداة نفسها، اللي هي اللينر والراديال والانجل مثلا دايموند. وليكن مثلا هناخد اللينر. السكيل ده اللي هو بيملالي بيه اللون قوي اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. تمام، طيب تعالوا هنا نختار ده. بيقول لي ايه الستروك اوبشن، يعني الشكل بتاع الستروك اللي انت عايزه ايه. عايزه اول شكل ده اللي احنا شغالين عليه شكل خطي، او الشكل التاني اللي هو شكل منقط كده مقطع، خط متقطع، او شكل النقط زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. فليكن مثلا هختار الشكل اللي فوق العادي اللي هو الشكل ايه، الخط العادي. في عندي هنا 3 خيارات. اول خيار ده الاهم واللي يهمني اللي هو الالاين. لو جينا ضغطنا على الالاين هنا كده بيديني 3 اختيارات. اول اختيار اللي هو واقف عليه ومختاره، اللي هو الاختيار اللي هو بيعبي لي جوه الباث بتاعي. تاني اختيار بيعبي لي نصه جوه ونصه بره، نص الجريدينت اللي انا اخترته في الستروك جوه الباث، والنص التاني بره الباث. الاختيار التالت كله بره الباث بالمنظر ده. تعالوا احنا بقى نختار اللي احنا عايزينه. الكابس ده اللي هو شكل النقط، بمعنى ان انا لو جيت اخترت الشكل ده وجيت غيرت هنا في الكابس شوفنا شكله عامل ازاي. اول اختيار. تاني اختيار خليهولي نقط دواير كده. تالت اختيار هيخليهولي على شكل مربعات زي ما احنا شايفين. تعالوا خلينا على الشكل ده ونشوف هنا حاجة اسمها الكورنر. ده اللي هو بيديني الزوايا بتاعت الستروك اللي انا عامله. ممكن من هنا ارجع للشكل العادي عندي خالص بالمنظر ده، وممكن اقول له خليلي نص جوه ايه ونصه بره بالمنظر ده، او خليلي كله جوه كده، وبضغط على السهم عشان ارجع الاوبشن تاني. هنا بيقول لي الويدز والهايتس. يعني ايه؟ يعني الحجم بتاع الستروك اللي احنا عاملينه او الشيب اللي احنا عاملينه، اسف، الرسمه. كليك يمين وبضغط هنا بخلي هنا بالسنتيمتر، او احط مثلا اقول له خليهولي مثلا 5 سنتي، وهنا اخليه بالسنتي في 10 سنتي، واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين اهو اداني الشكل اللي قدامي بالمنظر ده كده. ادي اهو الشكل معايا، رجعته تاني للعادي بتاعه. دي انا شرحتها مع اللاير مع البين تول، مش محتاجة شرح. ده كان بالنسبة
لأول أداة معايا، وهي الريكتانجل تول، شكل المربع. الشكل اللي بعده برضو مربع، بس المربع اللي احنا كنا رسمينه ده في الأول حاد الزوايا، بمعنى ايه؟ ان الحواف بتاعته حادة. لو جينا رسمنا ده اهو، هنبص نلاقي ايه؟ في فرق رهيب بين الزوايا هنا وهنا اهو، بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. هنا الحواف بتاعته ناعمة، وهنا الحواف بتاعته حادة زي ما احنا شفنا. تالت أداة اللي هي الشكل الدائري اهو، بالشيفت بعملها دايرة كاملة، بدون الشيفت بيديني الشكل البيضاوي، او برسم حر الرسمة اللي انا عايزها بالمنظر ده اهو، يروح جاي مديني ايه؟ شكل الدايرة. في هنا بعد كده سيبوا البوليجون دي دلوقتي، اللي هي الشكل السداسي. في هنا اللاين تول، وده اللي هو بيرسم لي خط بالمنظر ده اهو. لو انا عايز اكبره ممكن اكبره من هنا، ما عنديش مشكلة. بحاول دي طبعا زي ما قلنا للسنتي، ممكن اخليها 15، وهنا بالسنتي واخليها 20، واجيب الخط بتاعي بالمنظر ده قدامي اهو. او ممكن عن طريق الشيفت راح جاي يعمل لي خط مستقيم بالمنظر ده، بالشيفت يعمل لي خط مستقيم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب كل ده كده تمام، وكل مفيش فيه اي حاجة في الاوبشن تول بار، كله زي بعضه بالظبط. نلغي دول ونيجي هنا للشكل اللي هو الكاستم شيب. وايه بقى الكاستم شيب؟ الكاستم شيب ده بيديني، لو ضغطت كليك يمين هنا كده، بيديني اشكال كلها فيكتور او واخده الشيب اللي معايا. كل دي حاجات ممكن اقدر استفيد منها، وكل دي حاجات موجوده مع الفوتوشوب، ممكن استفيد منها وارسم مثلا وليكن اي حاجه. ادي هنا مثلا العلامه بتاعت التحذير. او تعالوا نجيب هنا مثلا الريكتانجل تول ونرسم كده الشكل ده اللي هو شكل المربع، ونجيب الكاستم شيب وكليك يمين ونجيب مثلا الاتنين اللي ماشيين دول. في حاجة بقى عايز اقولها الاول، طبعا احنا متعودين ان احنا بنقف وبنسحب وبالشيفت عشان يسحبهم لي ايه؟ مظبوطين خلاص بالشكل ده. وممكن بعد كده اغير لونهم، ان انا ممكن اختار مثلا اللون ده اهو، واقول له الت باك سبيس يغير لي لونهم، مفيش مشكلة. او من الفيل فوق بقول له خليه لونهم مثلا ازرق بالشكل ده. خلاص حاجات كلها بقى ايه المفروض ان احنا حفظناها. طيب في هنا لما حاجة تانية عايز اقولها، لما مثلا بختار الشكل، اخترت مثلا الشكل ده وعايزه ينزل مباشرة بالمقاس او الحجم بتاعه الطبيعي بدون ما انا اللي اسحبه وارسمه، فبضغط كليكه واحده بيقول لي ده العرض بتاعه. لو انت عايز تغير فيه حاجه، وده الهايت، فبقول له لا نزله لي زي ما هو، وبقول له اوكي، يروح جاي منزل لي معايا الشكل بالمنظر ده بحجمه الطبيعي. ده كان بالنسبه للادوات دي كلها. وبعد كده بقى ببدا اهو بضغط ضغطه واحده واقول له اوكي، يروح جاي منزل لي ايه؟ الشكل اللي انا عايزه. تمام. تعالوا نمسح دول بالمنظر ده، ونجيب البين تول وهنرسم هنا كده باث. الاول تعالوا نخلي اللون ابيض عشان كلنا نشوف، وهرسم مثلا باث بالشكل ده كده مثلا، اقدر احركه. انما لو ضغطت كنترول تي اقدر اشتغل على الباص نفسه، واضغط الشيفت وابدا اظبطه عشان يتظبط معايا ايه؟ نسبة وتناسب. تمام. ولو جيت على edit عايز احفظ بقى الشكل الباص اللي انا عملته ده، لو جيت على edit
هنزل هنا كده. احنا اتكلمنا طبعا عن الديفاين برش والديفاين باترن، دلوقتي بقى هنتكلم عن الديفاين كاستم شيب. لو جينا ضغطنا عليه هيقول لي اديله اسم، هقول له عصام مثلا واقول له اوكي خلاص، والغي ده مثلا بالشكل ده كده مثلا. اروح جاي ايه، جاي على الشيب بتاعتي وضغط كليك يمين ونازل في الاخر خالص، هلاقيه ينزل لي في الاخر خالص اهو الشكل زي ما قلنا. ممكن كليكه واحده وبعدين اقول له اوكي، روح جاي نازل لي الشكل واخد ايه، لون الفور جراوند. ممكن بقى بعد كده اغيره باللون اللي انا عايزه، وليكن مثلا الاحمر بالشكل اللي قدامي ده. وطبعا اتحكم فيه بقى، اجيب الموف تول وابدا اتحكم فيه زي ما انا عايز. في بقى عندي الاداة اللي انا اجلتها الاخيرة، وهي الايه، الشكل السداسي اللي عندي ده. تعالوا نخلي ده لون تاني ازرق مثلا، وتعالوا نرسم ادي الشكل اللي قدامي اهو. ده الرسمة او الشكل العادي بتاع الشكل اللي هو السداسي ده. لو جينا هنا غيرنا اللون بيتغير عادي، وزي ما احنا بقى شرحنا في الادوات دي كلها. جت جديدة في السي اس 6 مش موجودة في السي اس 5 ولا 4، الفلو او الستروك او الحاجات دي جديدة في السي اس 6 بس. فالمهم ده الشكل اللي عندنا اهو زي ما احنا قلنا، واتكلمنا عن الفلو والستروك وكل ده. في حاجة بقى لسه ما اتكلمناش عنها، هي ايه؟ تعالوا نصغر بقى الشكل ده شوية كده، نسحبه هنا. هي ايه بقى؟ السايدز دي اللي هو الجوانب. طبعا الشكل العادي بتاعنا 6، طيب لو جينا خليناه 3 وجينا نرسم هيعمل لي شكل ايه؟ شكل المثلث زي ما احنا شايفين اهو. لو جينا مثلا خليناه 4 هيعمل لي ايه؟ مربع بالمنظر ده. يبقى دي ايه؟ السايدز بتاعي 5 هيديني شكل خماسي عندي اهو، والستة اللي هو الشكل اللي قدامنا ده. تمام، نلغي كل ده بقى ونيجي هنخلي ايه هنا سموثينج كورنرز، ونشغل الستار دي وسموثينج ايدنس، وتعالوا نخلي دي 3، وتعالوا نرسم بالشكل ده كده. شوف الشكل معايا اختلف تماما، وان انا ممكن ارسم شكل عكسه كده وابدأ ادخلهم الاتنين في بعض، وابدأ استخدمهم هما الاتنين ايه في شغلي. مثلا طلعت ادي نجمة مثلا، ده كله جه منين؟ من الاوبشن هنا السموثينج كورنر والستار. تعالوا نلغي واحدة ونشتغل على واحدة بس. تعالوا نشوف هنا السموثينج كورنرز دي بتعمل ايه، واحنا خلينا السايد عندي ايه 3. نيجي نسحب كده، شفنا عمل لي ايه الشكل كله انسيابي. ليه؟ لان انا قلت له خلي لي الكورنرز بتاعي او الحواف بتاعتي سموثينج ناعمة جدا. راح جاي ايه عمل لي انسيابية اهو في الشكل اللي عندي كله. طيب لو جينا سيبنا السموثينج زي ما هي وقلنا له ستار، اعمل لي شكل الستار وهنا النسبة بتاعتها، وجينا نرسم هنبص نلاقيه عمل لي الشكل عامل ازاي بالمنظر ده كده اهو. طيب لو جينا شغلنا السموثينج اندنتس دي وجينا رسمنا هنلاقي الشكل معايا بيختلف خالص. ليه؟ بينعم لي من جوه بيعملها على شكل بيضاوي في الاخر، ما بدهاش ليا حاد.
ممكن بقى ادخل دي في دي مثلا، اعمل بها شكل وابدأ اشتغل بالمنظر ده، بيطلعوا معايا بالمنظر ده مثلا كده يعني. مثلا تعالوا نشوف من الاوبشن هنا ايه تاني. الايدنتس دي ممكن مثلا نخليها هي اخرها 100%. تعالوا ادي خليناها 99% اهو اخرها. وتعالوا نرسم كده، شوفنا عملنا ايه. صغر لي الحجم اهو بالمنظر ده، ضملي الاطراف بتاعتي وعرض لي من الايه، من النص اللي هو شكل المثلث الداخلي، انما الخارجي ضمهولي خالص وخلاه بشكل صغير. برضو ممكن استخدمها في تصميم ليا او اي حاجة انا عايزها. وبكده ان شاء الله نكون نهينا مع بعض الجزء الاول من دورة ادوبي فوتوشوب CS6 الاونلاين على اكاديمية الجرافيك. واتمنى يا رب ان يكون شرحي مقبول وقدر يوصلكوا بسهولة ان شاء الله، وقدرت افيدكوا في الجزء الاول بتاعنا ده ولو جزء بسيط. وان كان في توفيق فهو من الله عز وجل، وان كان في سهو او نسيان فانه مني ومن الشيطان. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة القادمة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.